اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي في فيديو جديد. موضوع النهارده بناء على طلب كتير منكم هقولك على الخطه الكامله اللي هتخليكي تعملي قناه على اليوتيوب من غير ما تظهري نهائي. مش محتاجه كاميرا ولا لوكيشن ولا مزيكا معقده ولا حتى معدات صعبه، كل اللي محتاجاه هو صوتك بس وإرادتك إنك تبدأي وتكملي. الفيديو ده مش مجرد كلام نظري، ده دليل كامل من أول اختيار المجال لحد أول دولار يدخل في حسابك. يلا بينا نبدأ واحدة واحدة ونشوف هنعمل إيه. وقبل ما تبدأي عمل قناة، أهم 5 حاجات لازم تفهميهم. أول حاجة، اليوتيوب مش محتاج شكل، محتاج قيمة. لو الصوت واضح والمحتوى قوي انت كده سبقت 70% من الناس. رقم 2، المحتوى أهم 1000 مرة من التكنولوجيا. مش لازم معدات جامدة ولا مكلفة، ممكن تبدأي بموبايلك بس، وده اللي أنا شغالة بيه لحد دلوقتي على قناتي، وزي ما انتوا عارفين إن قناتي من غير ظهور. رقم 3، الاستمرارية أهم من المثالية. فيديو كل أسبوع أحسن من 10 فيديوهات وبعدها اختفاء كبير. رقم 4، ابعدي تماما عن التقليد، خدي إلهامك من نفسك لكن قدمي فيه طريقتك، واختاري الحاجة اللي انت بتحبيها وما بتمليش وانت بتعمليها، واهم حاجة تكون حاجة بتفهمي فيها وتقدري تقدمي معلومة تنفع الناس. رقم 5، حددي هدف القناة من أول يوم، تعليمي، تحفيزي، وصفات، قصص، تفسير أحلام، عناية، روتين يومي. الهدف هيحدد 80% من خطواتك الجاية بإذن الله. أما الجزئية التانية المهم نعرفها، إزاي تختاري المجال المناسب. اسألي نفسك 3 أسئلة. رقم 1، ايه الحاجة اللي تقدري تتكلمي عنها لمدة نص ساعة من غير ما تزهقي؟ تطوير الذات ولا قصص واقعية ولا تفسير أحلام ولا تنظيم وقت ولا تجارب ملهمة ولا حكايات ولا محتوى بنات ولا معلومات صحية بسيطة ولا طبخ بدون ظهور، محتوى ديني بصوتك؟ كل دي أفكار تقدري تقدميها. رقم 2، اسألي نفسك كمان، الجمهور بتاعك مين؟ هل هو بنات ولا أمهات ولا مراهقات ولا ستات شغالين؟ رقم 3، هل في ناس بتعمل محتوى شبهك وناجحين؟ لو يبقى السوق موجود وعليه طلب وتقدري تخشي قنواتهم وتستلهمي منهم أفكار أو من التعليقات اللي بتتكتب لهم من الجمهور في تعليقاتهم، وكمان تاخدي أفكار عن الفيديوهات اللي بيقدموها من غير ظهور وشكل الصورة المصغرة وشكل الوصف بتاعهم. كل دي حاجات هتفيدك برضو. أما الجزئية الثالثة اللي مهم إنك تعرفيها هي الأدوات اللي هتحتاجيها بأقل تكلفة ممكنة. وأنا عايزة أقولك إن قناتي لحد النهاردة الفيديو اللي بقدمهولك ده وأنا شغالة بتليفوني بس، ما جبتش أي معدات غير اللي هو الرينج لايت اللي بستخدمه لما بصور المحتوى، بيكون ايدي بس هي اللي ظاهره. بس لازم تعرفي شويه حاجات. اولا الصوت هو اهم حاجه، بما انك مش هتظهري. ادوات التسجيل ممكن تكون بسيطه لو تحبي تجيبي مايك، بس انا حتى مش جايبه مايك، انا بسجل برنامج التسجيل العادي اللي موجود على كل تليفون من غير اي مايك ولا حتى هاند فري. فدول تقدري تستخدميهم كبداية وبيبقوا ناجحين وكويسين لما يكون نوع التليفون كويس. ودلوقتي هقولك على شوية نصايح مهمة جدا للصوت. سجلي في أوضة يكون مفيهاش صدى صوت، وحاولي يكون الوقت اللي بتسجلي فيه يكون وقت هادي، محدش بيزعق، محدش بيفتح باب بصوت عالي، محدش بيتكلم بصوت عالي حواليكي، يكون وقت مناسب ان انت تسجلي فيه الصوت. اتكلمي بهدوء وبراحة، وفي نفس الوقت ما يكونش ببطء جامد ولا بسرعة جامدة، يكون طريقة كلامك مريحة، ما تخليش المشاهد ان هو يمل وهو بيسمعك. لو انت قررت انك هتستخدمي مايك، افتحي المايك وخليه بعيد شوية عن بقك علشان صوت النفس ما يضايقش الناس اللي بتسمعك. وراجعي التسجيل قبل ما تكملي فيه، كل جزئية تعمليها اسمعيها، شوفي لو كان فيها غلطات ممكن تقدري تعيديها او تصلحيها. ودلوقتي هنتكلم عن المونتاج بسهولة. أسهل برنامج أنا بعمل عليه مونتاج هو برنامج إنشوت، سهل جدا في الاستخدام ومجاني 100%. وللصورة المصغرة بستخدم برنامج اسمه كانفا وبرضه مجاني 100%، وكمان سهل في الاستخدام. والجزئية المهمة جدا اللي هنتكلم فيها دلوقتي هي طريقة إنتاج فيديو كامل بدون ظهور. رقم 1، لازم تكتبي سكريبت هو موضوع الحلقة اللي انت هتتكلمي أو موضوع الفيديو اللي انت هتتكلمي عنه. اوعي تسجلي من غير ما تعملي سكريبت، هيبقى مرهق جدا بالنسبة لك وممكن تنسي الكلام وممكن تغلطي، فهيبقى الموضوع مشتت جدا بالنسبة لك. لكن لما تجيبي ورقة وقلم وتقسمي موضوع الفيديو لمقدمة وأصل الموضوع، وجزء فيه توعية، وجزء فيه قصة ممكن تكون حقيقية، وجزء فيه خطوات عملية للموضوع، وجزء فيه الخاتمة. رقم 2، سجلي الصوت. اعملي 3 محاولات، واحدة
انك انت بتجربي نفسك فيها، والتانية هي المحاولة الأساسية، والتالتة لو في غلطات تصلحيها. رقم 3 هتكوني مجهزة المشاهد اللي هتحطيها وتركبي عليها الصوت في الفيديو، والمشاهد دي بتتجاب عن طريق صور متحركة مجانية، أو تختصري وتنزلي برنامج اسمه بيكساباي. البرنامج ده فيه ملايين ومئات الصور المجانية اللي معلهاش حقوق طبع ونشر، تقدري تنزليها على الفيديو بتاعك على حسب المواضيع اللي انت هتتكلمي عنها. موجود كل الصور والفيديوهات عن التنظيف والترتيب والتنظيم والطبخ، كل حاجة هتلاقيها موجودة عليه. والجزئية الأخيرة إنك هتدمجي الصوت مع الصور والفيديوهات، وخلي المشاهد تتغير كل 7 ثواني علشان تحافظي على انتباه المشاهد يفضل موجود معاكي للآخر. أما الصورة المصغرة فأنا بشوفها أهم حاجة في الفيديو، لأن هي همزة الوصل الأولى بينك وبين المشاهد اللي بتخليه يضغط على الفيديو بتاعك. الصورة هي اللي بتكسبك نسبة كبيرة جدا من الجمهور. وأهم قواعد في الصورة المصغرة هي إن تكون ألوانها قوية وواضحة، ويكون الجملة اللي عليها أو العنوان اللي عليها ملفت يثير فضول المشاهد إنه يضغط على الفيديو بتاعك ويشوف أنت بتتكلمي على إيه. وزي ما قلنا الصورة المصغرة دي ممكن تعمليها من على برنامج كانفا، أو ممكن كمان انشوت بكل سهولة، بس أنا بفضل برنامج كانفا لأنه عليه كمية كبيرة جدا من الصور والأدوات اللي هتساعدك في تحسين الصورة إلى أفضل ما يكون. الجزئية المهمة في الفيديو وهي العنوان، إزاي تخليه يظهر في البحث. العنوان لازم يكون فيه 3 حاجات أساسية. رقم 1 فيه كلمات مفتاحية، وفي فائدة واضحة للمشاهد، وفي كلام يشجع إنه يضغط على الفيديو. الكلمات المفتاحية يعني إيه؟ يعني كلمات لما المشاهد بيجي يبحث عن حاجة بيكتبها. هديكي أمثلة زي مثلا عنوان للفيديو اللي أنا بعمله، إزاي تبدأي قناة على اليوتيوب بدون ما تظهري. كلمة إزاي دي كلمة مفتاحية قوية جدا، لأنه أي حد بيجي يبحث على حاجة على اليوتيوب بيقول إزاي أتعلم الطبخة المعينة، إزاي أفتح قناة على اليوتيوب، إزاي أطور من نفسي. فكلمة إزاي دي كلمة مفتاحية قوية جدا. وكلمة يوتيوب كمان كلمة مفتاحية، وكلمة تبدأي جاية من البداية، زي لما أي حد إزاي يبدأ مشروع، إزاي يبدأ أعمل قناة، إزاي. فكلمة تبدأ أو بداية كلمة برضو مفتاحية. دلوقتي بقى هنتكلم عن الوصف. الوصف من أهم الحاجات في الفيديو. اكتبي في الوصف أكتر من 3 سطور تكون معبرة عن محتوى الفيديو اللي انت بتتكلمي عنه. وكمان لازم تحطي هاشتاجات، تقدري تخشي على الوصف بتاعي اللي في الفيديو ده وتشوفيه معمول إزاي. هنا الهاشتاجات هي الكلمة اللي بتبقى قبلها هاشتاج، زي ربح من اليوتيوب، زي قناة يوتيوب، زي محتوى طبخ يكون قبلها هاشتاج. دي الهاشتاجات اللي بتساعد الفيديو برضو في الانتشار. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي الاستمرارية والنشر. لو انت قررت انك تعملي فيديو اسبوعيا فهيكون افضل وقت للنشر من الساعة 6 للساعة 9 مساء. ردي على التعليقات بسرعة، اسألي جمهورك دايما تحبوا الفيديو الجاي يبقى عامل ازاي او بيتكلم عن ايه. دلوقتي عايزين نعرف ازاي تكسبي من اليوتيوب. لازم عشان تبدأي تحققي ربح من اليوتيوب تكوني كملتي شروط الربح اللي هي 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة أو 10 مليون مشاهدة على مقاطع الشورتس. بعد كده هتبدأ الإعلانات تظهر على قناتك، وبعد كده الشركات ثم المنتجات. ودلوقتي تعالي أقولك على أخطاء ممكن تدمر أي قناة من دون ظهور. أول حاجة الصوت مش قوي ومش واضح. رقم 2 الصورة المصغرة ضعيفة ومش جذابة. رقم 3 الفيديو طويل جدا وممل ومفهوش معلومات أو حاجة مفيدة. رقم 4 عدم وجود خطة تستمري عليها. رقم 5 اختفاء طويل. في النهاية عايزة أقولك صدقيني، بداية قناة على اليوتيوب من غير ظهور مش مستحيلة. انت مش محتاجة غير صوت صادق، محتوى مفيد ويكون هادف، واستمرار. ابدأي حتى لو خايفة. الفكرة اللي في دماغك دلوقتي ممكن تبقى مصدر رزق وحرية في يوم من الأيام. اعملي أول خطوة وباقي الطريق هيبان بإذن الله. ولو عندك أي سؤال أو أي نقطة أنا ما وضحتهاش أو أي جزئية حابة إن احنا نتكلم فيها، يا ريت تكتبيلي في التعليقات هي إيه بالظبط، وهنتكلم عنها في فيديو مخصوص. وبكده خلص الفيديو بتاع النهارده، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. يا ريت ما تنسوش تشاركوه، يمكن يكون في بنات كتيره محتاجين يعملوا قناه بس مش عارفين يبداوا منين. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.